الموضوع المهم والأهم أو الموضوع الأساسي بالنسبة لي ولكثير من المتابعين، أنا لماذا قلت أنه من الضروري أن نسمي الأسماء بمسمياتها الحقيقية. من الضروري أن نكون واضحين وشفافين، من الضروري أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع غيرنا، من الضروري أن نكون واضحين. مشروع غار جبيلات فيه نقطتين أو فيه جزئيتين. الجزئية الأولى وهي المهمة وهي طريق السكك الحديدية. الجزئية الثانية وهي منجم الحديد غار جبيلات. الجزئية الأولى اللي هي خط السكك الحديدية مشروع ناجح وممتاز بالرغم من أنه ناقص، فيه نقائص، والآن نعطيكم علميا. مشروع منجم غار جبيلات مشروع فاشل، ما فيه حتى فايدة. لكن وعلاش درنا هذه الهيلولة على مشروع للأسف الشديد مشروع فاشل؟ في الوقت اللي احنا نتكلموا على غار جبيلات والدنيا واخذة وكذا وكذا وكذا، هناك مؤامرات تحاك ضدنا. هناك مؤامرات تحاك ضدنا يا ناس، مؤامرات تستهدف الأمن القومي الجزائري بما للكلمة من معنى. روح دركا أسأل أي جزائري قل له تسمع بحاجة اسمها سد خنك كرو اللي هو هذا في إقليم فقيق في المغرب، هذا في فقيق على حدودنا مع بشار. شوفوا هذا المشروع وشوفوا خامس أكبر سد في المملكة المغربية، تسارع وتيرة أشغال بناء سد خنك كرو بإقليم فكيك. شوفوا هذا التعليق المهم: سد خنك كرو العملاق استقبال أول حمولة مائية كانت تذهب للجزائر. استقبال أول حمولة مائية كانت تذهب للجزائر في هذا المشروع العملاق. هاي المشاريع سيتبون، هاو المشروع اللي الإعلام المغربي ووكالة الأنباء المغربية والنشطاء المغاربة لا يتكلمون عليه، وما كانوش يتكلموا عليه ودارين هيلولة وعرس وزغاريت حتى يكاد يكتمل. راهو قريب يكمل هذا السد اللي هو إنجاز عظيم. عظمة هذا الإنجاز أين تكمن؟ تكمن في خنق الجزائر. احنا عندنا الأسطح المائية أو حتى الآبار المياه الجوفية في منطقة بشار وتندوف، هذه المنطقة الصحراوية شمال أدرار. هذه المنطقة من المناطق الجافة، نعم من المناطق الجافة اللي فيها مشكل تاع مياه كبير جدا. وعندنا سد الجرف اللي هو في بشار، هو المتنفس الوحيد اللي يعتمد عليه سكان المنطقة ككل سواء مدنيين أو عسكريين. عايز قلت لكم أنا بعد استراتيجي وأمني خطير جدا. حتى سكان المخيمات في تندوف يعتمدوا على هذا الموارد المائية اللي هي هذا سد الجرف أو بعض الآبار هنا وهناك في المنطقة اللي هي منطقة جافة، منطقة ناقص فيها الماء بزاف، مشكل كبير تعاني منه المنطقة. بالرغم من أنه الأودية والمياه المتدفقة من جبال المغرب تأتي إلى هذه المنطقة للصحراء، يعني منطقة
بشار وتندوف والمناطق الصحراوية بني والنيف وهذيك المناطق كانت تتغذى المياه تتغذى من الأمطار التي تسقط في المغرب وتنزل للصحراء، اللي تسقط في جبال المغرب وتسقط في الصحراء. لأنه كان في الجغرافيا كان منطقة يسموها مناطق يسموها مناطق الظل. مناطق الظل هذه اللي هي تغطيها الجبال المغربية. المناطق هذه الجبال تغطي على الأمطار، ما تسقطش الأمطار في الجزائر، تسقط في المغرب، لأنه الجبال هذيك توقف السحب. السحب هذيك اللي تجي من المحيط أو من المتوسط تصطدم بالجبال تاع المغرب وتسقط الأمطار بكثافة في المغرب، مثل ما راه حاصل الآن في المغرب. فيضانات أدت إلى غرق قرى ومدن. كاين قرى في المغرب غرقت، الماء وصل 4 متر، غرقت ديور، غرقوا 4 متر، وصل الدالة، وصلت الدالة 4 متر 3 متر مغطية، الناس طلعوا فوق الدالة وغرقوا، لأنه فيه فيضانات نتيجة الأمطار الموسمية اللي جات، اللي اصطدمت بالجبال وسقطت. يعني لا تصل إلى التراب الجزائري، ما توصلش للجزائر، ما تدخلش الجزائر. لكن الجزائر كانت تستفيد من عائد هذه المياه من خلال الأودية والأمطار هذيك اللي توصل. أولا يتعمروا الآبار، الأرض تشرب ويولوا كاين البئر اللي يقدروا الناس يخرجوه ما يشربوا، أو يتعمر السدود، وخاصة سد الجرف اللي هو من أكبر السدود في منطقة بشار. الآن المغرب بعد ما بنى هذا السد العملاق اللي هو خامس سد في المغرب، يعني من السدود الكبيرة، اللي هو السد هذا اللي يسموه الخنكرو أو الخنكروا، هذا المغربي الآن رايح يمنع منعا تاما وصول المياه إلى الجزائر. لا مياه جوفية، الآبار رايحة تجف لأنه الأمطار تجي من المغرب، والآن يوقفوها تولي المياه الجوفية ناقصة بشكل كبير. والمياه التي كانت تغذي سد الجرف والسدود الصغيرة في المنطقة نفس الشيء رايح تجف، يعني رايحة تعاني معاناة شديدة جدا 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 في الفترة القادمة. بعد ما يستكملوا المغرب هذا السد نهائيا 100%، رايحين سكان المنطقة عندنا يدخلوا في أزمة كبيرة وكبيرة جدا. لكن عمرنا ما تكلمنا عن هذا الموضوع، عمرنا ما ناقشناه، بالرغم من أنه موضوع وملف استراتيجي يتعلق بالأمن المائي ويتعلق بالأمن القومي، الأمن المائي والأمن القومي، راح يمس ويضرب بشكل كبير وكبير جدا. في أشهر وسنوات سابقة كنت نقول لكم أن الحرب العالمية الثالثة ستكون حرب مياه، ستكون الحرب العالمية الثالثة من أجل المياه. إذن إحنا إذا كان راح تنوض حرب ما بين الجزائر والمغرب، راح تنوض حرب من أجل الماء. نعم، ما كان لا البوليزاريو، لا الحدود، لا بساتين العرجة، لا فكيك، لا عمر بوزور. الأزمة اللي راح تكون أزمة ماء ما بين الجزائر والمغرب، اللي راح تقسم ظهر البعير. ومن بعد كي يجيك واحد بخنوني يتكلم لي على غارج بيلات، ويتكلم لي على المشروع العملاق، ويتكلم لي على كذا، ويتكلم لي على كذا، متناسي الخطر العظيم، متناسي الإنجاز العظيم. أنا في هذه الحالة من حقي أنني أتساءل وأقول: من يقف وراء هذا التضليل وهذا التهويل؟ لأننا الآن نشوف اللي كاين جهة في رئاسة الجمهورية متعمدة أنها تغلط الشعب الجزائري أننا درنا إنجاز عظيم اللي هو غارج بيلات، لكن ما يتكلموش على الخطر العظيم اللي هي القواعد العسكرية الإسرائيلية والسد الذي سيمنع المياه على الجزائر. عمركم سمعتوا هذه المحللين تاع التلفزيون قشبخته يتكلم لكم على القواعد العسكرية الإسرائيلية اللي على حدودنا؟ عمركم سمعتوا على القاعدة العسكرية الإسرائيلية القريبة جدا 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 من غارج بيلات؟ عمركم تكلمتوا على المحللين الجزائريين تكلموا على هذا السد العملاق اللي هو السد المغربي اللي راح يحجب المياه على الجزائر، يمنع رحمة ربي على سكان الصحراء؟ عمركم سمعتوا عليها؟
المغرب دار هذا السد، داروا سكارة، مش محتاج هذا السد اللي داروا المغرب ليس بحاجة إلى هذا السد، لأنه المنطقة اللي داروا فيها السد منطقة غنية بالمياه والأمطار والأودية، غنية طول العام يصب فيها المطر، وطول العام فيها الفيضانات، والشعب مش محتاج الماء أصلا، تحفر 4 متر يخرج لك الماء. السد هذا داروه بالعاني باش يمنعوا عليك وصول الماء إلى الجزائر، وهذه هي الاستراتيجية، وهذا هو المخطط، وهذه هي الحرب الناعمة أو الحرب الذكية، وليست الحرب الغبية التي تمارسها زريبة الإعلام عندنا بغباء منقطع النظير. غباء ما عنده غباء،